باينه جات في بلاصتها. خايفة قلت لك يمكني باش نمرمدها لك برا محاكم تهنى. وريني اش عندك ساسو. من فضلك استاذ ما تقوليش ساسو. نحن تو نحن في مناسبة شريفة يا ساسو. مناسبة شو مناسبة؟ قضية عدد 66/90 قضية طلاق للضرر ترفعها الأستاذة المحامية سلاف الشابي عن موكلتها صالحة بنت عمار الميزوني، والمحامي أكرم الغربي ينوب الموكل مقني ولد شعبان جا وحده. تفضل الأستاذة المحامية سلاف للترافع عن موكلتك. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، أنا جيت اليوم. جيت على اساس نحن ما جيناش عامله مزيه هي ما جينا زاد نحن. استاذ اقعد. تفضل واحترم مجلس المحكمة. نوبتني مؤكلتي صالحة بنت عمار الميزوني في قضيتها للطلاق من هذا. شنيا هذا؟ اسمه السيد مخني موكلي. شنيا هذا؟ ما عندوش اسم. عقب في دوسي المحكمة. هذا الشخص معرف واسمه السيد مخني. أستاذ بعد تترافع. تو الآن هي تترافع. عقب. عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي بالله شنيا ضرر معنوي ونفسي؟ شنيا؟ قالها مكرونتك نكسر صلصة. هذا ولا ضرر معنوي؟ أخر تدخل مرة جاية كالعادة. وكل موثق أمامك في التقارير من مراكز الشرطة سيدي. تفضل. أنا شرطة وأنا مراكز سيدي. فما التباس في المقرر والموثق. نرجو منكم النظر إلى القضية بعين الرحمة سيدي. إيش هي رحمة؟ علاش موكلي حيوان ما عندوش رحمة؟ شكرا أستاذة. والآن نستدعي المحامي أكرم الغربي للدفاع عن السيد مقني ولد شعبان جاء وحده. سيدي الرئيس، الدار اللي يكري فيها في اللفايات هي اللي كان تاخذ في الشهريه نتاعها اللي مش مسجلها في الدفتر. هذا ضرر ولا مش ضرر؟ النصبه نتاعو زاده اللي مخبيها مش موجود هي زاده كان تاخذ في نص. أستاذ أكرم طلعت على الملف. طلعت على الملف 88 شهاده طبيه. يجي نقول لك سيدي الرئيس، وانا عندي الدليل القاطع. ما ريتنيش اليوم نترفع من غير وثائق خاطر الدليل اللي باش يربحني القضيه. الله لا تربحك. مازال الدليل القاطع. ما تخافش، مازال الدليل القاطع باش يقلب خسارتك زيتي ضدي باش تحطني في بدايه كارير. سيدي الرئيس، انا اليوم امثل امام سيادتكم من غير وثائق خاطر الدليل القاطع موجود اللي باش يقلب موازين القضيه لصالح سي مقني. الدليل سيدي القاضي واضح وضوح الشمس. يا ولدي شنو هذا؟ هاي مفيده. قالت لك يشوف القاضي ماشي يعطينا النفقه. ارجع بقعد. انتهت المحاضره. الحكم بعد المداولات. جاي باش يطلع لك الجاي من الحكم. شدي. بعد اطلاع المحكمة على ملف القضية وما يحتضنه من وثائق وشهادات طبية وشهادات عن عنف وتقصير كبير من المتهم مقني ولد شعبان جاء وحده، حكمت المحكمة بنفقة شهرية وقدرها 800 دينار لصالحة بنت عمار الميزوني وأولادها. أن تقرر أن يسند المنزل الذي هو على ذمة ولد شعبان جاء وحده إلى صالحة وأبنائها، إضافة إلى الحكم على الأستاذ أكرم الغربي ب3 أيام سجن للهندام الغير لائق الذي يسيء لهيبة المحكمة. وشكرا، رفعت الجلسة. برا لا تربح، برا يهلكك. كيف خليتي ناس 5 مليون للساكت خير؟ برا يعلي راسك، برا نتبارك لك. ها هنطلعها وربي نضيعها. يا ولدي مازال حضنت الكلب تنربحوها. كلب. يدي لحظة. كلب يا مقني يا مقني.